سألتش نفسك قبل كده ازاي بعض التطبيقات بتفضل محتفظة بالحاجات اللي اخترتها حتى بعد ما تقفل التطبيق؟ يعني مثلا بتفتح التطبيق بتلاقي ان الدارك سيم شغال، بتلاقي ان اللغة اللي اخترتها هي اللغة اللي شغال بيها الابليكيشن، ولو كنت عامل تسجيل دخول قبل كده بتلاقي الابليكيشن بيفتح معاك على الصفحة الرئيسية على طول، مش بيطلب منك تعمل تسجيل دخول في كل مرة. طيب ازاي الحاجات دي اصلا بتفضل موجودة؟ هنا بقى بيجي دور حاجة بنسميها اللوكال ستورج، ودي بيستخدمها الابليكيشن علشان يخزن بيانات على اليوزر ده على الجهاز نفسه. في فلاتر في مجموعه من الباكجز بتساعدنا ان احنا نطبق اللوكال ستورج ديت، من اشهرها السكيور فلايت والشيرد بريفرنسز وفلاتر سكيور ستورج والهايف. طيب دلوقتي انا عرفت الباكجز اللي انا ممكن استخدمها، امتى استخدم كل واحده فيهم على حسب الحاله بتاعتي. دلوقتي السكيور فلايت بستخدمها لو انا عايز اخزن بيانات متعلقه بجداول والبيانات دي تكون مرتبطه ببعضها، زي مثلا التطبيق اللي اسمه تاسك. مثلا التطبيق اللي اسمه تاسك ده بيعمل ايه؟ انت دلوقتي بتدخل على الابلكيشن تخزن بيانات لوكال، وهي ايه البيانات اللوكال ديت؟ ان انا اعمل تاسك جديده، مثلا التاسك ديت بيكون فيها تايتل، بيكون فيها مثلا ديسكريبشن، بيكون فيها الديت والتايم، فدي كلها بيانات مرتبطه ببعضها خاصه بتاسك واحده، والبيانات دي كلها فايقه جداول. تمام. في الحاله ديت افضل اختيار بالنسبه لي هو سكيور فلايت. طب تاني واحده هي الشيرد بريفرنسز، وده الموضوع بتاع الحلقه النهارده ان شاء الله. طب امتى بستخدمها لو انا عايز اخزن بيانات على هيئه كي وفاليو. البيانات ديت بتكون بسيطه جدا ومش سكيور. تمام. فالبيانات دي زي ايه؟ زي البيانات الخاصه بالسيتنج، اللي هو انا عايز اخزن بيانات معينه خاصه بالسيم، او بيانات خاصه باللوكاليزيشن، او اي حاجه تانية خاصه بالسيتنج بتاع الابلكيشن ده. تمام. طب الفلاتر سكيور ستورج زي الشيرد بريفرنسز بالظبط، لكن مع اختلاف انها بتخزن البيانات اللي هي لازم تكون سكيور عندنا. زي ايه مثلا؟ زي التوكن، الاكسس توكن والريفريش توكن، ومثلا لو انت عندك اشعارات الاف سي ام توكن، عندك مثلا بيانات خاصه باليوزر ده زي الاي دي او الايميل بتاعه، لو هو بيستخدمهم في اكتر من مكان ممكن يكيشهم في الفلاتر سكيور ستورج علشان يقدر يستدعيهم بعد كده. وده بيحصل بسبب ان الفلاتر سكيور ستورج بتعمل زي نظام انكريبشن كده على البيانات ديت. اخر باكج معانا النهارده وهي الهايف. طب الهايف تفرق ايه عنهم؟ الهايف برضو بتخزن البيانات على هيئه كي وفاليو، لكن بتكون مناسبه اكتر مع البيانات الكبيره. زي ايه؟ انت دلوقتي عندك في ابلكيشن اسمه اي كوميرس مثلا، الابلكيشن ده بيكون عندك حاجه اسمها الفيفورت، فالفيفورت ديت انت بتضيف فيها ليست اوف برودكت، فالليست اوف برودكت ديت بيكون البيانات بتاعتها كتيره، بيكون عندك اكتر من صوره مثلا للبرودكت ده، ففي الحاله ديت استخدام هايف بيكون هو الاختيار الصح لانها بتكون اسرع. انا اقدر اعمل كده برضو من خلال الشيرد بريفرنسز، من خلال ان انا يكون عندي موديل واقدر اخزن الموديل ده، لكن ده مش افضل حل لانها بتكون ابطأ شويه. دلوقتي هنشرح الشيرد بريفرنسز بكل تفاصيلها، بنطبق فيها مبادئ كويسه جدا يعني. فمعاكم محمود كمال، ويلا بينا نبدا. ده يا صديقي تطبيق بسيط جدا زي اي تطبيق بتتعامل معاه بشكل دائم يعني في حياتك اليوميه. التطبيق ده مكون من 2 سكرين، السكرين الاولى هي عباره عن لوجن سكرين، السكرين الثانيه هي هوم سكرين. دلوقتي السكرين الاولى فيها زرار مثلا اسمه لوجن، فانا لو ضغطت على اللوجن ده فالمفروض بيعمل نافيجيت على الهوم سكرين. الهوم سكرين بقى دلوقتي انا بعد ما عملت لوجن فالمفروض قفلت التطبيق جيت افتحه تاني يفتح معايا على الهوم سكرين، ما يفتحش على اللوجن سكرين. ده الصح وده اللي بيحصل في كل التطبيقات اللي انت بتتعامل معاها. طب ازاي اصلا ده بيحصل؟ ده بيحصل طبعا بسبب الشيرد بريفرنسز او اي نوع من الباكجز اللي انت بتتعامل معاها عشان تخزن اللوكال ستورج. تمام. اول خطوه وهي ان انا دلوقتي اروح على البابل.يمن اضيف الباكج بتاعتي، والافضل ان انا اضيف الباكج باحدث فيرجن ليها، احدث اصدار يعني. تمام علشان ما يحصلش مشاكل بالنسبه للفيرجن بتاعه فلاتر اللي انت شغال عليها. ده اول خطوه بتعملها ان انت تضيف الباكج بتاعتك في البابل.يمن. بعد كده تاني خطوه هو ان انا دلوقتي هدخل على الفولدر اللي اسمه ليب، هعمل فولدر تاني جواه هسميه كاش، هعمل فولدر اسميه كاش. فولدر كاش ده يا صديقي المفروض ان انا هعمل فيه فايل اسميه كاش هيلبر، يبقى اقول له هنا كاش هيلبر دوت دارت. كاش هيلبر ده المفروض ان انا هعمل كلاس، دلوقتي هعمل كلاس اسميه كاش هيلبر. دلوقتي خلينا نعرف مع بعض ايه الحاجات اللي احنا نطبقها في الكاش هيلبر ده. اول حاجه وهي ان انا هعمل باترن معين اسمه السنجلتون باترن، هنشتغل على السنجلتون باترن. يعني ايه سنجلتون باترن وايه الاهميه بتاعته؟ السنجلتون باترن ده صديقي باترن بيقول لك ان انت بتعمل انستنس من الكلاس ده، والانستنس ده بيفضل شغال معاك طول الابلكيشن، يعني ما تقدرش تعمل انستنس جديد غير هو الانستنس اللي انت عملته واحد ده بس، وده بيساعدك ان انت ما تفقدش بيانات طول ما انت فاتح الابلكيشن. تمام يعني قلنا اول خطوه ان انا هعمل السنجلتون باترن. تمام
ثاني حاجه وهي ان انا اعمل انيشاليز للشيرد بريفرنسز. الشيرد بريفرنسز يا صديقي هي باكج بتقول لك ان انت علشان تقدر تستعمل الميثودز الخاصه بيها خاصه بالشيرد بريفرنسز لازم الاول يكون معاك انستنس من الشيرد بريفرنسز. فالانستنس ده انت لازم تعمل له انيشاليز، لازم تجيبه وتكون مستدعيه في المين. فانا دلوقتي هعمل اقول ان ثاني حاجه نعملها وهو ان انا اعمل انيشاليز للشيرد بريفرنسز. ثالث حاجه وهي بقى ان انا ابدا اعمل الميثودز اللي انا هستخدمها. الميثودز دي زي ايه؟ زي مثلا ان انا هعمل سيف داتا، عايز اسيف البيانات بتاعتي، مثلا عايز احذف بيانات معينه، عايز اجيب بيانات معينه انا مخزنها، عايز مثلا امسح كل البيانات اللي في التطبيق، عايز اعرف اذا كان في بيانات متسجله باسم الكي ده ولا لا. فديت بالنسبه لي هي الميثودز اللي انا بتعامل معاها مع الشيرد بريفرنسز. يبقى اقول له ان ثالث حاجه وهي الميثودز اللي انا اشتغل بيها. خلينا بقى نبدا في اول حاجه وهو السنجلتون باترن. السنجلتون باترن ده ازاي بطبقه في فلاتر؟ اول حاجه بكتب ستاتيك فاينل، بعد كده اسم الكلاس بتاعي علشان اعمل اخد منه انستنس معينه. الانستنس دي اخليها برايفت واقول له اسميها مثلا انستنس. بعد كده المفروض هعمل انيشاليز للانستنس دي. طب دلوقتي هعمل انيشاليز ليها بايه؟ هعمل انيشاليز ليها بحاجه اسمها البرايفت كونستراكتور. ايه هو البرايفت كونستراكتور وايه الفرق ما بينه وما بين الكونستراكتور العادي؟ الفرق ما بينه وما بين الكونستراكتور العادي، الكونستراكتور العادي هو بستخدمه علشان اقدر اعمل انستنس. كل مره بستدعي فيها حاجه، بستدعي فيها الكلاس ده او بستدعي فيها اوبجكت من الكلاس ده، فانا بعمل نيو اوبجكت، نيو انستنس. تمام. لكن البرايفت كونستراكتور هو بعمل انستنس واحد بس، ما يقدرش يعمل اي انستنس او اي اوبجكت من الكلاس ده ثاني. طب ازاي بعمله؟ طبعا انت عارف ان الكونستراكتور بتاعي بيكون بنفس اسم الكلاس، فانا اقول له كاش هيلبر دوت اندرسكور انترنال وكده انا عملت برايفت كونستراكتور. طب انا دلوقتي بقول ان انا هعمل انيشاليز للانستنس ده ببرايفت كونستراكتور، فانا هاخد برايفت كونستراكتور كده كوبي وهعمل بيه انيشاليز للانستنس بتاعي. ده كده انا عملت اول خطوه في السنجلتون باترن. الخطوه الثانيه وهي الاخيره ان انا اعمل فاكتوري كونستراكتور. اعمل ايه؟ فاكتوري كونستراكتور. اقول له فاكتوري اسم الكلاس بتاعي اللي هو الكاش هيلبر. تمام. اخليه يعمل ريتيرن للانستنس ده. تمام. يعمل ريتيرن للانستنس الوحيد اللي عندي. معناها ايه بقى الفاكتور كونستراكتور ده؟ بقول لك ان انت كل مره تحتاج تستدعي مثلا ميثود او تستدعي اي حاجه انت عاملها في الكلاس ده، فلازم تستخدم الانستنس الوحيد اللي انت عامله، لازم ترجع كل مره الانستنس ده. تمام. طب ايه الفرق ما بين الفاكتور كونستراكتور اصلا وايه اهميته؟ الفاكتور كونستراكتور ده بيقول لك ان انت تقدر ترجع انستنس على حسب كونديشن معين، على عكس الكونستراكتور العادي. تقدر ترجع انستنس قديم مثلا عامل انستنس قبل كده تقدر ترجعه، تقدر ترجع مثلا انستنس من كلاس مختلف لو انت عامل اللي هو انهيرتنس مثلا، بتستخدم الانهيرتنس. تمام. فده كده انا عملت الاول عملت انستنس من الكاش هيلبر، عملت انيشاليز للانستنس ده ببرايفت كونستراكتور، وعملت فاكتوري كونستراكتور علشان كل مره اجي استخدم الكلاس ده استخدم نفس الانستنس اللي انا عملتها اول مره. بعد كده المفروض ان انا هعمل انيشاليز للشيرد بريفرنس. ازاي بقى بعمل انيشاليز؟ اول حاجه دلوقتي انا عايز اجيب انستنس، اعمل انستنس الاول من الشيرد بريفرنسز، فانا هقول له دلوقتي ليت الشيرد بريفرنسز هسميه مثلا الشيرد بريفرنسز الانستنس ده، وهيكون طبعا برايفت. بعد كده المفروض هعمل الميثود الخاصه بالانيشاليز. الميثود ديت هتكون اسمها init، وهتكون داتا تايب بتاعتها او النوع بتاعها هيكون فيوتشر اوف void. فانا هقول له فيوتشر اوف void واسمها init. طبعا طالما هي فيوتشر فهتكون محتاجه الاسync. تمام. بتعمل ايه بقى؟ ديت هقول له ان الانستنس بتاعي اللي انا عملته من الشيرد بريفرنسز اللي هو اسمه اندرسكور شيرد بريفرنسز، هقول له ده ايكوال اويت بيساوي ايه الكلاس بتاعي اللي هو الشيرد بريفرنسز دوت جيت انستنس علشان اجيب انستنس معينه واستدعيها في المين. هو ده الانيشاليز بتاع الشيرد بريفرنس. كده انا عملت انيشاليز. المفروض بقى ان الميثود ديت اللي اسمها ان ديت هستدعيها فين؟ هستدعيها في المين. فانا دلوقتي اقول له في المين كده، انا طبعا في المين هتكون طبعا اسync لان انا هحتاج الاويت علشان ديت بتاخد وقت علشان اعمل انيشاليز للشيرد بريفرنس بياخد مني وقت، فطبعا تكون هتحتاج اويت، فبعمل اسync. هستدعي بقى الكاش هيلبر لان انا الان ديت في الكاش هيلبر، هقول له الكاش هيلبر دوت انت الانيشاليز بتاعتي. تمام كده انا عملت انيشاليز للشيرد بريفرنسز واستدعيتها في المين. بعد كده بقى المفروض ابدا استخدم الميثودز بتاعتي اللي انا هتعامل بيها. اول حاجه وهي ان انا ابدا اسيب البيانات بتاعتي. فانا هعمل ايه؟ هعمل ميثود من نوع فيوتشر، لان طبعا علشان اسيف فهي محتاجه وقت، فانا هعمل فيوتشر اوف void. مش محتاج اعمل ريتيرن لاي حاجه يعني، فاعمل فيوتشر اوف void. هسمي الميثود ديت سيف داتا، وطبعا هتكون اسync علشان هي فيوتشر. تمام. طب سيف داتا ديت هتكون عايزه مني ايه؟ طبعا عارفين ان الشيرد بريفرنسز من انواع اللوكال ستورج اللي بتكون تعتمد على النو سيكوال. يعني ايه؟ يعني هي بتخزن البيانات كانها كي وفاليو. فانا دلوقتي محتاج علشان اسيف بيانات لازم يكون معايا كي بيكون ده سترينج طبعا، والفاليو تكون اي حاجه على حسب انا اقدر اخزن ايه من خلال الشيرد بريفرنسز. تمام. فانا دلوقتي اقول له required string key.
فانا دلوقتي هخزن الكي بتاعي ده فبيكون سترينج. تمام. طب بالنسبه للفاليو، هل الشيرد بريفرنسز بيوفر لي ان انا اخزن سترينج؟ لكن بس هل سترينج بس؟ لا، بقدر اخزن سترينج، اقدر اخزن انتجر، اقدر اخزن بوليان، اقدر اخزن مثلا دبل او ليست اوف سترينج. تمام. فالحاجات الكتير ديت ليه لازم اعمل ايه؟ لازم دلوقتي ان انا اخلي الفاليو بتاعتي تكون دايناميك لان تقبل اي نوع من البيانات. تمام. فانا اقول له ان الفاليو هتكون طبعا اعمل له ريكوايرد، اقول له انها تكون ايه؟ دايناميك، تكون دايناميك واسمها فاليو. تمام. دلوقتي بقى بعد ما عملت الميثود، المفروض الميثود ديت هعمل بيها ايه؟ المفروض ان الميثود ديت هبدا اتشيك، اعمل فيها كونديشن ده بيتشيك اذا كانت الفاليو ديت سترينج بسيف الداتا كانها سترينج، لو كانت بوليان بسيف الداتا كانها بوليان، وهكذا مع باقي الحاجات اللي بتوفرها لي الشيرد بريفرنسز. تمام. فانا هقول له دلوقتي اف لو كانت الفاليو بتاعتك از سترينج مثلا، هتعمل ايه يا باشا؟ هقول له ان الشيرد بريفرنسز طبعا ديت هتكون اويت، اقول له اويت الشيرد بريفرنسز دوت سيت سترينج اللي هي بتخزن البيانات من نوع سترينج، بتاخد طبعا من الكي والفاليو. طب لو كانت انتجر فانا هقول له else if لو كانت الفاليو از انت، في الحاله ديت يا باشا اقول له يعمل ايه؟ اويت الشيرد بريفرنسز اللي هو الانستنس بتاعي دوت سيت انتجر، وهكذا مع باقي الحاجات اللي عندي في ايه؟ في الشيرد بريفرنسز. انا دلوقتي ايه اللي باقي لي؟ انا دلوقتي اللي باقي لي دلوقتي ان انا اخزن دبل واخزن بوليان، ده لو انا عايز اعمل الميثود بتخزن اي حاجه يعني. تمام. فانا اقول له بعد ما عملت للسترينج والانت هقول له للبوليان مثلا في الحاله ديت اعمل ست بول. طب انا دلوقتي مثلا لو عايز اخزن دبل فانا اقول له ست دبل. اخر حاجه بقى وهي ان انا لو عايز، ودي مش مستخدمه كتير بصراحه يعني، لو انا عايز اخزن ليست اوف سترينج فهي متاحه برضه لكن مش مستخدمه كتير. فانا اقول له دلوقتي ان الفاليو لو كانت عباره عن ليست اوف سترينج فانت هترجع لي اقول له الشيرد بريفرنسز دوت ست سترينج ليست. تمام. ديت بتخليني اخزن الداتا كانها ليست اوف سترينج. كده انا سيفت الداتا. المفروض بقى ان انا اعمل جيت للداتا ديت. تمام. كده اول ميثود. تمام. تاني حاجه ان انا اعمل جيت للداتا ديت. فانا الجيت ديت طبعا حاجه في بس معلومه بسيطه علشان الناس تعرفها، في ناس كتير بيتوه عنها، وهي ان دلوقتي انا اول ما بعمل انيشاليز للشيرد بريفرنسز في المين، اول ما بيحصل خلاص انيشاليز الداتا كلها بتكون متخزنه على الرام. بمعنى ان انا دلوقتي لما اجي اعمل جيت لداتا معينه مش بياخد وقت، مش بيحتاج وقت علشان يجيب الداتا. ليه؟ لان الداتا كده كده هتكون اتخزنت على الرام لما انا بعمل انيشاليز للشيرد بريفرنسز. تمام. الداتا طبعا ديت انا قلت ان انا مخزن بيانات من النوع مثلا انت او بوليان او كان سترينج مثلا او دبل، فاحنا كنا عاملين ان الفاليو ديت بتكون ايه؟ من نوع دايناميك. فانا اقول له يا باشا ان الميثود اللي هي بتجيب الداتا هتجيب الداتا على النوع دايناميك اللي هو الداتا تايب دايناميك. تمام. فانا اقول له دايناميك جيت داتا، ميثود يعني اسمها جيت داتا. الجيت داتا ديت بتاخد مني، بتحتاج مني علشان اجيب داتا فببعت لها الكي بتاعها، يعني هي بتكون محتاجه مني كي، فانا اقول لها مثلا ريكواير سترينج كي. بعد كده طبعا احنا مش عاملين فيوتشر فمش محتاج اسك. صح. فانا دلوقتي هقول له ايه؟ هقول له اعمل لي الشيرد بريفرنسز اللي هو الانستنس بتاعي دوت جيت. تمام. بتاخد مني الكي، وكده انا عملت السيف داتا والجيت داتا. ممكن اعمل ريموف داتا لو انا عايز اعمل ريموف داتا. ممكن اقول له مثلا فيوتشر اوف بوليان، اسميها مثلا الميثود اسميها ريموف داتا. تمام. طبعا فيوتشر فهتكون محتاجه اسync. خلاص عرفنا المعلومه ديت. دلوقتي اعمل ايه؟ اقول له الشيرد بريفرنسز هتكون اويت طبعا شيرد بريفرنسز دوت ريموف للداتا ديت. تمام. هو بيطلب مني كي، فانا طبعا هبعت له ايه؟ هبعت له الكي اللي هو عايزه اللي انا هعمل له ريموف. تمام. هو طبعا فيوتشر اوف بوليان فانا هعمل له ريتيرن. صح. هناك فوق ما كناش بنعمل ريتيرن لاننا بنستخدم ايه؟ فويد، وكذلك في الجيت مش بنعمل ريتيرن. تمام. في الجيت لا، في الجيت معلش، في الجيت المفروض بنعمل ريتيرن برضه لان انا بجيب بيانات، فالمفروض البيانات دي اوف دايناميك فانا بعمل لها ريتيرن. تمام كده معلش. بعد كده طبعا انا عملت ريموف للداتا ديت. انا ممكن اكون عايز اعمل كلير لكل البيانات بتاعتي. تمام. في الكلير هي بالظبط زي الريموف داتا، فانا ممكن اخدها كوبي على طول كده. الفرق بس ان انا هقول له كلير بدل الريموف، فطبعا مش هتكون محتاجه مني كي، فانا اشيل الكي ده برضه. فانا هقول له ايه؟ كلير داتا. تمام. كده عملنا كل حاجه خاصه بالكلاس اللي اسمه كاشر.
تعالى نراجع عليه بشكل بسيط شويه. وهو دلوقتي ان انا عملت اول حاجه، عملت سنجل كومباتر من خلال ان انا عملت انستنس من الكاش هيلبر ده، تمام. وطبعا عملت له انشالايز بالكونستراكتور او البرايفت كونستراكتور، تمام. عملت فاكتور كونستراكتور علشان في كل مره يحتاج يستخدم حاجه من الكلاس ده هيستخدم نفس الانستنس اللي انا عملته اول مره، تمام. بعد كده هبدا اعمل انشالايز للشيرد بريفرنسز، وده من خلال ان انا عملت انستنس اسمه شيرد بريفرنسز. وبعد كده عملت انستنس اسمها انت، وديت من خلالها بقدر اعمل ايه كاش شيرد بريفرنسز دوت جيت انستنس. فكده ان انا ايه بجيب الانستنس ده علشان اقدر استخدمه طول ما انا فاتح الابلكيشن، تمام تمام. بعد كده عملت ميثود اسمها سيف داتا، قلنا بتاخد مني الكي والفاليو. الكي طبعا بتكون سترينج، انما الفاليو بتكون دايناميك، وعلى حسب الفاليو ديت لو كانت سترينج بخزن سترينج، لو كانت دايناميك بخزن، لو كانت قصدي انتجر بخزن انتجر، وهكذا مع باقي الداتا تايب المتاحه بالنسبه لي اللي اقدر استخدمها مع الشير بريفرنسز. في الجيت طبعا انا بعمل ايه، بعمل الجيت ديت بتكون من نوع دايناميك، فانا بعمل ريتيرن للداتا الموجوده على حسب الكي اللي انا بعتها لها. في الريموف طبعا ببعت للريموف داتا ديت، ببعت لها الكي اللي هي محتاجاه، وبعمل ريموف للداتا ديت، تمام. والكلير بمسح كل البيانات اللي عندي. دلوقتي بقى يلا نطبق الجزء ده في الكود. انا دلوقتي ادخل على اللوجن سكرين في الاليفيتد بوتون اللي عندي، الاليفيتد بوتون اللي عندي بعمل ايه؟ انا دلوقتي لما بضغط على كلمه لوجن، فالمفروض طبعا نصبر بس ان قعدت ظبط سكرين. انا لما دلوقتي بضغط على كلمه لوجن، فالمفروض بعمل نافيجيت للهوم سكرين. بعد ما اعمل نافيجيت المفروض ان انا هعمل ايه؟ المفروض ان انا هعمل سيف الداتا، سيف داتا معينه. فانا اقول له هنا استخدم يا باشا الكاش هيلبر دوت سيف داتا، سيف داتا معينه. الداتا ديت مثلا اسميه از لوج مثلا، او لوج. اقول له الكي، اقول له ده هيكون سترينج، طبعا هيكون اسمه لوجن. الفاليو هتكون ترو مثلا، لان انا طبعا بقدر اخزن اي نوع من البيانات عادي. فانا اقول له دلوقتي ان انا اخزن بيانات بعد ما يعمل بوش على الهوم سكرين، هيخزن بيانات هيخزن بيانات بكي يسمى لوجن، والفاليو هتكون ترو. معنى كده ان هو ايه، خلاص عمل لوجن، تمام تمام. في الهوم سكرين بقى طبعا في الهوم سكرين اول ما بيدخل على الهوم سكرين المفروض بيكون في زرار مثلا هنا اسمه لوج اوت. اللوج اوت ده المفروض ان انا لو ضغطت عليه بيعمل ايه، بيعمل تسجيل خروج من الابلكيشن، تسجيل خروج قصدي من الابلكيشن، فبيفتح معايا على الصفحه بتاعه اللوجن. فلما ادخل على الصفحه بتاع اللوجن المفروض ان انا امسح البيانات الثانيه، او اخلي ممكن امسح البيانات، يعني ممكن اقول له ان يعمل ريموف للكي اللي هو اسمه لوجن، او اقول له مثلا لو انا مخزن ترو فولس وكده اقول له مثلا خلي ان الكي اللي اسمه لوجن يكون فولس، تمام تمام. فانا بفضل الحل الافضل بصراحه ان انا ايه اعمل ريموف للداتا ديت، تمام، علشان ما اخزنش داتا كتير يعني. فانا دلوقتي اقول له كاش هيلبر، بعد كده دوت، اقول له ريموف داتا، ابعت له اسم الكي. اسم الكي طبعا هيكون لوجن، وده هيكون سترينج. وبس كده. كده المفروض دلوقتي ان انا لو عملت لوجن فهيفتح معايا كل مره، هيفتح معايا على الهوم سكرين، ولو عملت لوج اوت فهيفتح معايا على اللوجن سكرين. تعالى بينا نجرب كده والتست، نشوف الموضوع عامل وصل ايه، او اللي احنا عاملينه ده صح ولا غلط. نعمل ريستارت. تمام. احنا دلوقتي عملنا ريستارت، لكن في حاجه نسيناها. ايه الحاجه اللي نسيناها؟ لازم نعمل كونديشن دلوقتي علشان اعرف الابلكيشن هيفتح ليه. انا دلوقتي في الماتيريال اب مثلا هنا بقول له ان الهوم هتكون ثابته على اللوجن سكرين، يعني كل مره هتفتح على اللوجن سكرين، وده كده مش صح. الصح اللي احنا نعمل ايه؟ الصح دلوقتي ان انا هعمل ميثود من نوع ويدجت، اقول له ويدجت اسميها مثلا ستارت سكرين مثلا. ستارت سكرين ديت بتعمل ايه؟ ستارت سكرين بتحدد لي الويدجت او السكرين اللي انا هفتح عليها الابلكيشن. فانا دلوقتي مثلا هقول له انا دلوقتي عايز اعرف هفتح السكرين عليه. المفروض ان انا مخزن كي وفاليو من اسمها الكي لوجن، والفاليو بتكون ترو، تمام. لو كانت بترو المفروض ان انا بفتح على الهوم سكرين، لو كانت مش بترو يعني او حذفت الفاليو ديت المفروض يفتح معايا على اللوجن سكرين، كان انا اول مره افتح الابلكيشن ده. فانا دلوقتي هعرف بوليان، وهيكون انا طبعا يعني ممكن اكون بفتح الابلكيشن لاول مره، ففي الحاله ديت بيكون القيمه بنل، او الفاليو بتاعه الكي ده بنل، تمام تمام. فانا دلوقتي اقول له بوليان مثلا اسميه لوجن، اقول له ايكوال كاش هيلبر، كاش هيلبر دوت جيت داتا. هياخد مني الكي، هيكون طالب مني طبعا الكي ده هيكون سترينج واسمه لوجن. بعد كده بقى هبدا اعمل كونديشن على حسب الحاجه السكرين اللي انا عايز افتح عليها الابلكيشن. فاقول له اف لو كان اللوجن ده ايكوال ترو، طالما انا مخزنه كبوليان يعني، اقول له لو كان بترو هتعمل ايه؟ هتعمل ريتيرن للوجن سكرين اللي هو قصدي الهوم سكرين، تمام، الهوم سكرين. طب في حاله ان انت كنت فولس، اقول له لو كنت فولس بقول له إلس، يعني مش لازم تكون فولس، ممكن تكون نانبل طبعا، معلش لازم تكون يعني نانبل او فولس على حسب انا مشتغل ازاي يعني، تمام. فانا اقول له في حاله ان هو كان لوجن ايكوال ترو فيفتح على الهوم سكرين. طب في حاله ان اللوجن ما كانش بترو، اللي هو حاله الإلس يعني، هيفتح على اللي هو اللوجن سكرين. اقول له ريتيرن
لوجن سكرين. وبس كده. دلوقتي هبدا بقى اللي هي الميثود اللي انا عملتها من نوع ويدجت اسمها ستارت سكرين، هبدا استدعيها بقى في الهوم، بحيث ان كل مره يتشيك على الاز لوجن بتاعه ده، او اللوجن الفاليو او الفاريبل قصدي اللي اسمه لوجن ده، تشيك عليه. لو كان الفاريبل ده القيمه بتاعته بترو هيفتح على الهوم سكرين، لو كان مش بترو او إلس او اي حاله ثانيه هيكون بايه، هيفتح على اللوجن سكرين. هعمل ستارت مره كمان ونبدا نتست مع نفسنا ان شاء الله، وكل حاجه كده زي الفل وتمام خالص يعني. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل لوجن من صفحه اللوجن سكرين زي ما انتم شايفين كده، وعملت نافيجيت للهوم سكرين. هعمل ستارت دلوقتي للتطبيق، والمفروض بعد ما عملت ستارت هيفتح معايا على الهوم سكرين. يلا بينا نجرب تاني كده. عملت ستارت اهو، ايوه كده التطبيق فضل فاتح على الهوم سكرين. طب لو انا دلوقتي قلنا ان احنا لما بندوس لوج اوت فانا بعمل ريموف للبيانات اللي انا خزنتها، فانا دلوقتي هضغط على لوج اوت، فالمفروض بعد ما بضغط على اللوج اوت هيعمل ايه؟ هيمسح البيانات اللي انا خزنتها خاصه بالكي اللي اسمه لوجن ده، فبالتالي القيمه ديت مش هتكون بترو، فبالتالي المفروض هيفتح معايا على اللوجن سكرين بعد كده. فانا هدوس لوج اوت، عمل نافيجيت على اللوجن سكرين، هبدا اعمل ستارت للتطبيق، الاقيه فاتح معايا على اللوجن سكرين زي ما قلنا بالظبط. طب ازاي بقى نحسن من الشغل بتاعنا ده؟ ممكن اعمل في الكاش برضو، هعمل فايل تاني اسميه كاش علشان نحسن بس الكود بتاعنا وندخل بيانات كويسه بصراحه يعني. هقول له كاش هيلبر كي، هعمل كلاس خليه يخزن الحاجات الخاصه بالكي دوت دارت. فانا هعمل هنا كلاس ده هسميه كاش هيلبر كي، هخزن فيه الايه الكيز اللي انا هبدا استخدمها. تمام. هعمل اول حاجه اقول له ستاتيك كونست سترينج، اسمي الكي مثلا، الكي اللي عندي اسميه لوجن، واقول له ايكوال، طبعا بيساوي سترينج، اقول له لوجن. تمام. بعد كده بقى المفروض ان انا ايه؟ المفروض ان انا لو عايز بدل ما اكتب كلمه لوجن مثلا، كلمه لوجن اللي بكتبها مثلا في اللوجن سكرين او الهوم سكرين او في المين والكلام ده، بدل ما اكتبها كده ممكن اكتبها غلط، ممكن كلمه تتكتب غلط، فصح ان هي تكون متعرفه في مكان بشكل ثابت وابدا استدعيها في المكان ده. فانا هنا بدل ما بقول له السيف داتا الكي هتاخد لوجن، لا انا اقول له هتاخد ايه؟ هتاخد كاش هيلبر كي، اقول له كاش هيلبر كي. نشوف اسم الكلاس لو تمام، اقول له كاش هيلبر كي دوت، المفروض تكون ايه؟ لحظه عايز الامبورت. تمام، هيكون كاش هيلبر كي دوت الفاريبل اللي عندنا اللي هو اللوجن. تمام. وبس كده، هو الكاش هيلبر كي ده دوت لوجن، هو ده هفضل استدعيه بقى في كل مكان انا عايز استخدم فيه الكي اللي اسمه لوجن. فزي مثلا في الهوم سكرين هنا انا بعمل ريموف للوجن ده، الكي اللي اسمه لوجن ده، فانا استدعيه هنا. وبرضه في برضه في الفايل الخاص بالماتيريال اب وكده، اللي هي في الماي اب مثلا، في انا هنا بقول له ان البوليان نانبل لوج ايكوال كاش هيلبر دوت جيت داتا، بيطلب مني الكي اسمه لوجن، فانا هقول له ايه؟ هقول له شيل الكي ده وحط لي اللي هو الكاش هيلبر كي دوت لوجن، وكده استدعينا الامبورت بتاعتها. كده بقى كل حاجه تمام يعني، تمام كل حاجه دلوقتي تمام. لو انا دلوقتي عملت لوجن فالمفروض هيفتح معايا على الهوم سكرين، وكل ما افتح الابلكيشن بعد كده هيفتح معايا على الهوم سكرين، ولو عملت لوج اوت فالمفروض هيفتح معايا بعد كده على اللوجن سكرين. وبس كده. ما تنساش بس تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه.